والده كان من أهل الأدب والفضل، وله باع في الشعر والأدب، ولهذا تعلم وأخذ الطحاوي شيئا من علوم العربية والأدب والشعر من والده، فيعتبر المعلم الأول أو من المعلمين الأوائل للإمام الطحاوي. ووالدته أيضا كانت هي من بيت صلاح وعلم وفقه، كيف لا وهي أخت الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، فالمزني الذي روى المختصر عن الشافعي خال الطحاوي، وكانت عالمة، حتى السيوطي رحمه الله ذكرها من جملة فقهاء الشافعية الذين كانوا بمصر، فكانت له هذه المزية، نشأ في بيت علم وصلاح وتقى، أبوه عالم وأمه عالمة. تلقى على والده محمد بن سلمة أو ابن سلامة، تلقى عليه مبادئ العربية في أول نشأته، وتعلم الفقه أو مبادئ الفقه الشافعي، ثم أكمل تعليمه على ذلك أو أكمل تفقهه على يد خاله إسماعيل المزني رحمه الله. ومن شيوخه يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المرادي ومحمد بن عبد الله بن الحكم، وهؤلاء كانوا من أئمة الفقه في مصر في ذلك الوقت ومن القضاة، ويزيد بن سنان وأحمد بن أبي عمران، وهذا الرجل كان قاضيا قدم إلى مصر، وانتقل الطحاوي إلى درسه لأنه كان حنفيا وتفقه به وتخرج به. ومن العلماء والشيوخ الذين أخذ منهم يحيى بن محمد بن عمروس، وهذا هو الذي أدبه وعلمه القرآن. ومن شيوخه أيضا بكار ابن قتيبة وغيرهم من أئمة الإسلام الأعلام، حتى أنه أخذ أيضا عن صاحب السنن الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه، وحتى عن الإمام النسائي صاحب السنن أخذ عنهما الطحاوي، فشيوخه كثيرون، وكانوا من أئمة الفقه والعلم والفتوى والحديث. ولم تعرف له رحلات كثيرة إلا رحلة واحدة كانت للشام سنة 268 للهجرة، فالتقى بها بالقاضي أبي خازم، فأخذ عنه وتعلم عنه واستفاد منه.